السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل فيش الافران السريع في البيت بكل سهوله. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا، احلى كمان من فيش الافران. من نص كيلو دقيق هيعمل لنا كميه حلوه جدا، ومقاديره سهله وبسيطه جدا. كمان هقولك ازاي يطلع كده معاكي مورق ويطلع معاكي مقرمش وفي نفس الوقت هش. ناس كتير قوي بتشكي بتقول ان هي ما بتيجي تعمله بيطلع معاهم ناشف قوي ومكتوم. ان شاء الله هقولك كل حاجه عنه بالتفصيل. سهل وبسيط ومش مكلف خالص، حلو جدا كده مع على الفطار مع كوباية شاي او كوباية لبن، بجد تحفة. الفيديو مليان معلومات حلوة جدا، ان شاء الله تستفيدي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنحضرها العجينة، وان شاء الله اسيب لكم المقادير مكتوبة في اخر الفيديو، وكمان واحنا شغالين هقول لكم المقادير بالكوباية وبالجرام. معايا اول حاجة كوباية من المية الدافية، يعني 200 مللي. حجم الكوباية اللي انا مستخدماها 200 مللي. معلقتين كبار من السكر حبيبات يعني 30 جرام. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة يعني 10 جرام. طبعا أنا خلاص بقيت بعشق الخميرة البيرة وبستخدمها، بس هي بصراحة خلصت عندي فاستخدمت الخميرة الفورية على ما أجيب بقى الخميرة البيرة تاني. بقلب كده كويس جدا لحد ما السكر والخميرة يدوبوا. لو انت شاكة في الخميرة تقدري في الوقت ده بعد ما تقلبيها بتغطيها وبتسيبيها شوية لحد ما تخمر كده، تعمل فقاقيع من على الوش وبقى كده شغالة. بس أنا عشان واثقة في الخميرة هشتغل بيها على طول. بعد كده احط ربع كوباية من الزيت النباتي يعني 50 ملي. معلقة كبيرة من الكركم. عايزة اقول لكم ان الكركم مش بيغير طعم ولا اي حاجة، هو بس مجرد لون. في ناس بتحط معلقة صغيرة من الكركم وسنة من بودرة الزعفران، بس انا مش حابة ان انا احط اي الوان فحطيت معلقة كبيرة من الكركم. دوبتهم بقى كويس جدا. بعد كده معايا نص كيلو من الدقيق يعني 500 جرام، عليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة من المحلب. المحلب ده بنجيبه من عند العطار، بيكون عبارة كده عن حبوب تطحنيه في المطحنه وبتاخدي منه معلقه صغيره. لو ما عندكيش تقدري ان انت تحطي معلقه صغيره من ريحه الكحك، ما عندكيش استغني عن ريحه الكحك والمحلب برضو بيطلع حلو جدا. بس بصراحه المحلب وريحه الكحك بيديله طعم وريحه حلوه قوي. بعد كده هبتدي ان انا الم العجينه واشوف اذا كنت هحتاج ميه تاني ولا لا. العجينه لسه عايزه معايا سوائل، فانا معايا كده اقل من ربع كوبايه ميه. ببتدي ان انا انزل بشويه شويه، ده على حسب نوع الدقيق. وعايزه اقول لكم ان الدقيق ده نوعه لجميع الاغراض، وكمان لازم ندخله كويس جدا. بصوا خدت تقريبا تاني معايا 3 أو 4 معالق ميه، ده على حسب نوع الدقيق وعلى حسب امتصاصه للميه، يعني في دي بيشرب سوائل ودي لا. بصوا ما شاء الله العجينه لمت معايا طريه، لكن في نفس الوقت مش بتلزق. بعد كده معايا معلقه كبيره من السمنه، سمنه سايحه مش جامده ولا اي حاجه، عشان طبعا نقدر ان احنا نعجنها مع العجينه. وابتدي ان انا الم كده بيها العجينه. هتحسوا في الاول كده ان العجينه بتتقطع معاكوا، استمروا في العجن هتلاقوها بعد كده لمت وبقت طريه وناعمه وتحفه. طيب ايه فايدة السمنة؟ السمنة بتخلي الفيش معاكم كده مش معضم، هتلاقوا الفيش مقرمش وفي نفس الوقت هش. بصوا ما شاء الله العجينة عاملة ازاي، ملمسها حلو جدا جدا. اهم حاجة بقى لازم نعجنها كويس جدا على الرخامة لمدة 10 دقايق. لو عندك عجان اعجنيها في العجان، ما عندكيش بقى على الرخامة كده نعجن فيها كويس جدا عشان ننشط مادة الجلوتين اللي موجودة في العجينة. ما شاء الله العجينة معايا مظبوطة وحلوة جدا جدا. جربوا المقادير ديت ان شاء الله هتعجبكم. بصوا العجينة بقى بقت معايا عاملة ازاي، ناعمة وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تشققات، والقوام بتاعها مظبوط جدا جدا. بعد كده هبتدي ان انا اكورها واحطها في طبق واغطيها وبسيبها ترتاح بس 5 دقايق. انا مش بخمرها ولا اي حاجة، بريحها بس 5 دقايق عشان لما اجي افردها تتفرد معايا وما تقعدش تمط كده وتغلبنا واحنا بنفردها. ريحت العجينة كده خلاص 5 دقايق، هبتدي ان انا اقسمها بالنص وعلى قد ما اقدر يكون الكورتين كده متساويين. باخد بقى كده اول كورة وابتدي ان انا اكورها وابتدي ان انا افردها، والتانية لازم ان انا اغطيها بكيس عشان الوش ما يعملش قشر. بسم الله ما شاء الله العجينة ممتازة. شايفين بفردها من غير دقيق ولا اي حاجة، وكمان ولا بتمط معايا ولا بتكش ولا اي حاجة. ده عشان العجينة معانا مظبوطة وريحناها 5 دقايق. فردتها بقى زي ما احنا مش شايفين كده. اهم حاجة يكون السمك تقريبا 2 مللي، ما تخنوهاش قوي عشان لسه هنلفها رول. باجي كده بقى من اول حرف وابتدي ان انا الف. واهم حاجة كل ما نلف لازم نضغط الضغطة ديت علشان نخرج الهواء وما يكونش فيها كده فراغات، زي ما بنعمل بالظبط الفينو. عارفين الفينو بنعمله بنفس الطريقة. اهم حاجة كده نلف ونضغط علشان الشكل كمان يطلع معاكم في الاخر زي اللي بنجيبه من بره بالظبط.
بعد كده باجي بقى على الاخر ولازم نقفل كويس جدا، نتاكد كده منستعجلش ان احنا قفلناها كويس عشان ما تفتحش معاكم في الفرن واحنا بنسويه. وبنسوي كده الجوانب، يعني يخلوا شكلها حلو عشان ده الشكل اللي هيطلع عليه بعد التسويه. بعد كده بحضر صاج ودهناه دهنه بسيطه جدا من الزيت، وابتدي ان انا احطه في الصاج، وطبعا القفله بتكون من تحت وبنظبطه كده عشان هو ياخد الشكل اللي احنا حطيناه عليه. بعمل التانية بنفس الطريقة وبدخله فرن مطفي وبسيبه لحد ما يخمر تقريبا ساعة على حسب الجو عندي. اول ما يتضاعف بقى كده حجمه زي ما احنا مش شايفين، بجيب بخاخة مية من غير اي حاجة وابتدي كده ان انا ابخه بالمية، مش بدهنه بيض ولا مية بسكر ولا اي حاجة. نكون مشغلين الفرن ومسخنينه على درجة حرارة 180 للشبكة اللي في النص، يقعد تقريبا 10 ل15 دقيقة. اول ما بياخد لون ذهبي حلو من تحت ببتدي ان انا اطفي الفرن واشغل عليه الشوايه. اهم حاجه طول ما هو تحت الشوايه نفضل كده نلف الصاج كل شويه عشان ياخد لون من كل الاتجاهات. بسم الله ما شاء الله، شايفين لونه حلو جدا جدا ولا فتح ولا اي حاجه. بعد كده بطلعه من الفرن واسيبه يبرد. لو لقيتوه لازق معاكم بسكينه كده او اي حاجه ابتدوا ان انتوا تسلكوه، هيطلع معاكم بكل سهوله. هنيجي بقى بعد كده نقطعه السمك بقى اللي انتوا عايزينه، رفيع تخين ده زي ما انتوا حابين. بصوا ما شاء الله مورق ازاي وطالع تحفه ولونه حلو جدا جدا، ولا استخدمنا لون ولا اي حاجه. اهم حاجه عايزه اقول لكم عليها، لازم نقطعه بعد ما يبرد تماما، يعني انا سيبته ساعتين 3 ساعات يبرد براحته. لو قطعته وهو دافئ او سخن هيفرفت معاكم. رصيت الفايش في الصاج، والصاج هنا مش دهناه ولا اي حاجه، وبكون مشغله الفرن على درجه حراره من 150 ل 160. الدرجه بتكون هاديه عشان نحمص الفايش. كل ناحية بتاخد تقريبا 10 دقايق. أهم حاجة انت تتابعي، يعني أول ما تلاقي كده ناحية نشفت كده معاكوا، اقلبوا الناحية التانية وبرضه سيبوها كده لحد ما تنشف. بعد كده بتطلعوه بيطلع بقى معاكوا بالجمال ده، مقرمش وطعمه حلو جدا جدا. شايفين التوريقة عاملة ازاي؟ بجد تحفة. أهم حاجة وهو في الفرن تابعيه، وبصوا ولا واخد لون ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، ده كده كل كمية الفاش اللي احنا عملناها. شايفين من نص كيلو مطلع لنا كمية حلوة جدا جدا. اعملوه في البيت، سهل وبسيط ومش مكلف خالص. شايفين القرمشة بتاعته؟ بجد هيعجبكم جدا لما تجربوه. مش هتلاقوه بقى كده معضم وانتوا بتاكلوه، بيكون مقرمش وفي نفس الوقت هش، ولونه وطعمه حلو جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة وتقولوا رأيكم فيه ايه. سهل وبسيط ومش مكلف خالص. فاش الافران عملناه في البيت بكل سهولة، وان شاء الله يعجبكم. ده كده كان الفيديو النهاردة. يا رب لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطولي لايك للفيديو ولو استفدتوا بمعلومة صغيرة. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.